سنة القرى وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنة القرى وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنة القرى وإني أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ثم أما بعد، أتوجه أولا بالشكر والتقدير والإحسان هذا أهل هذا المحفل العظيم الذي أحيوا فيه أشياء كثيرة كنا نقرأ عنها ونسمع عنها، واليوم رأينا هذه الأمور مجسدة وممثلة ومشرفة وتدعو للفخر، لا سيما لنا معاشر أبناء منطقة غرب إفريقيا. فكنا منذ فترات طويلة نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتحقق مثل هذا اللقاء في محضن العلم والعلماء وكعبة الصالحين الأزهر الشريف، حيث تتواصل معاني المعرفة بين كعبة العلم وبين العلماء والأولياء من أهل هذه القارة التي كانت تلقب بالقارة المسلمة. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن أشهدنا مثل هذه النعمة، وأتوجه بالشكر والتقدير إلى السادة أبناء هذا الإمام العظيم سيد الشيخ أحمد بمبا، الذين ضربوا لنا أمثلة رائعة في التفاني وفي الاجتهاد، حتى وصلت دعوتهم إلى أماكن كثيرة، ورأينا كتب الشيخ منتشرة شرقا وغربا بسبب هذا الإخلاص، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. كما أتوجه بالشكر إلى هذا المعهد العريق وتلك المؤسسة المحترمة الأزهر الشريف الذي يربط قلوب المسلمين شرقا وغربا على وسطية الإسلام وسماحة الشريعة الغراء. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، فلهم منا جزيل الشكر، وكذلك لكل القائمين على تنظيم هذا المؤتمر وهذا الحفل الكريم. الورقة التي تقدمت وتشرفت بها موضوعها النقد الذاتي في تصوف الشيخ سيدي أحمد بمبا. وكما ذكر الأفاضل من قبلي، فإن الكلام عن الشخصيات العظيمة أمر في غاية الصعوبة، لأن جوانبها كثيرة ومتشعبة ومتعددة، ولكني أردت أن أسلط الضوء على شيء لفت نظري في ترجمة هذا الإمام العظيم وفي آثاره التي لا تخطئها العين، وهي قضية النقد الذاتي. لأن الشيخ رضي الله تعالى عنه كان من رواد التجديد، وإذا أردنا أن ندخل في هذا الموضوع الصعب، موضوع التجديد هذا موضوع صعب، لذلك يأتي الواحد بعد الواحد ويحقق هذا المبدأ الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة أمر دينها.
لماذا كل 100 سنة؟ لأنه أمر في غاية الصعوبة، ليس أمرا سهلا، أمر يحتاج إلى مقومات كثيرة وإلى شروط كثيرة جدا جدا. ولذلك كان من الواجب أن نبحث في وجوه التجديد. رأينا منذ قليل تلك المدينة التي بدأت من لا شيء وصارت اليوم أكبر مدينة بعد العاصمة. هذا الأمر لا يأتي من باب المصادفة، هذا الأمر يأتي بسبب وجود هذه الشروط وهذه السمات وهذه الصفات. إذن علينا أن نتعامل مع هذا الأمر بنوع من التخصصية والجدية. ما هي مقومات التجديد؟ وما هي الخطوات التي انتهجها الشيخ رضي الله تعالى عنه حتى يعني يحقق هذا المعنى؟ هذا الموضوع لو استقرأنا التاريخ الإسلامي نجد أنه من أكثر الموضوعات التي اعتنى بها الأئمة في كل الميادين وفي كل الفنون. وأضرب مثالا أفتتح به هذا المعنى عن الإمام الخطيب البغدادي حافظ المشرق الإمام أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي، الذي ضرب أروع الأمثلة في علم الحديث لما أراد أن يكون مجددا فيه، فألف مجموعة من الكتب كانت هي العمدة لكل من جاء بعده، حتى قالوا كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. لماذا؟ لأنه قام بهذا الأمر الدقيق، مبدأ النقد الذاتي، فألف كتابا سماه الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع. بدأه بالكلام عن ممارسات لبعض المنتسبين للحديث الشريف ليست على سنن سلفهم الصالح، ثم بين الوجوه الواجبة التي يجب على المحدث أن ينتهجها حتى يبقي على نقاء هذا العلم. ثم ألف رسالة سماها نصيحة أهل الحديث، ثم كذلك كتابه القيم الكفاية في قوانين الرواية، وافتتحه بمقدمة ذكر فيها هذا المعنى. إذن لو تأملنا كل علم من العلوم نجد فيها أئمة قاموا بهذا الدور الذي نسميه اليوم بالنقد الذاتي. وإذا أردنا أن ندقق في هذا المعنى أكثر فإننا نحلل هذه العبارة النقد الذاتي. فالنقد في لغة العرب أصل يدل على التمييز والإظهار. أقول نقدت الدرهم أي ميزته وأظهرته وأخرجته المزيف عن الصحيح، أو ميزت الصحيح عن المزيف، هذا يسمى بالنقد. والذات هو نفس الشيء، الذات هو الشخص. فإذا قلت النقد الذاتي فمعناه أنني أظهر وأبرز الوجوه الحسنة وأخرج منها الوجوه التي لا تنتمي إليها، الذي نسميه بالدخيل. ولذلك يقول بعض الباحثين في هذا المعنى التركيبي أنه عبارة عن التأمل من قبل الصوفية فيما تضمنه التصوف من صفات إيجابية وسلبية بغية تنمية الإيجابي والتخلص من السلبي. هذا هو الأصل الذي سلكه كل من وصف بالتجديد. لذلك كان لزاما علينا أن نعرف عن قرب ما الذي فعله الشيخ أحمد بنبا في هذا المسلك الدقيق. طبعا لو رجعنا إلى التاريخ الصوفي نجد أنه مسلك التزم به كل الأئمة الكبار، ابتداء من السري السقطي والحارث بن أسد المحاسبي الذي لقب بالمحاسبي لكثرة محاسبته لنفسه، يعني كان مطبقا لمبدأ النقد الذاتي حتى لقب بهذا الخلق الكريم. وهذا امتثال في الحقيقة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
كيف يصل الإنسان إلى هذا الإحسان الصافي النقي من غير أن يحاسب نفسه، ومن غير أن يخلص نفسه من تلك الشوائب، ومن غير أن يقوم بهذا العمل في مدرسته السلوكية التي ينتمي إليها إن كان صادقا في هذا الانتماء. إذن فهذا هو المدخل الذي من خلاله سنعرف ما الذي أحدثه الشيخ أحمد بمبا في محيطه الصوفي، لأننا كما ذكرنا الجوانب في شخصية الشيخ أحمد بمبا كثيرة جدا، حتى في جانب النقد الذاتي فيما يتعلق في تعامله مع الاستعمار أو في الولاة وأصحاب الجاه، وجوه كثيرة جدا، لكن لا نستطيع أن نستوفي هذه الوجوه النقدية في محاضرة واحدة. إذن سنقتصر على ما يتعلق بالجانب السلوكي. وهنا نجد أنفسنا محتاجين إلى أن نعرف الحالة التي وجد ونشأ فيها الشيخ أحمد بمبا رضي الله تعالى عنه. فقد نشأ الشيخ الخديم في بيئته السنغالية التي وجد فيها المستعمر قد سيطر سيطرة كاملة على سائر الأراضي الوطنية، كما رأى ظاهرة تنافس الشيوخ الحركة المشيخية، رأى تنافسا كبيرا بينهم. هذا التنافس الذي أدى إلى إبراز التصوف في صورة من التفاخر بالأحساب والأنساب والألقاب، وهذا بدوره أدخل الأتباع في تلك المشكلة، فصارت مشكلة مشتركة بين بعض الشيوخ، ليس كل الشيوخ، لأننا في عصر الشيخ أحمد بمبا نجد عددا أيضا من الشيوخ كانوا يعانون من هذا الأمر، وألفوا كتبا سواء من الذين سبقوا الشيخ أحمد بمبا بقليل أو عاصروا الشيخ أحمد بمبا كسيد الحاج مالك سي مثلا. ننظر إذا قرأنا في كتاب كفاية الراغبين فيما يهدي إلى حضرة رب العالمين نجد أيضا نقدا ذاتيا لممارسات كانت تحدث، مما يدل على صدق وجهة الشيخ أحمد بمبا في المسار الذي سار فيه. فوجدنا أن هذه الحالة أدت إلى إبراز التصوف في صورة غير أصيلة في كثير من وجوهها. ولذلك سألخص في هذه المحاضرة أو في هذه الكلمة النقاط المنهجية التي سلكها الشيخ أحمد بمبا، وهي بعض النقاط وليست كل النقاط، حتى نستلهم منها، لأننا ونحن ندرس هذه الشخصية لابد أن ندرسها بهذه العقلية، عقلية كيفية الاستلهام وكيفية الاستفادة من هذه التجربة التي نقلت من مكان إلى مكان كما رأينا في هذا الفيلم القصير، وفيما قرأناه أيضا من كتب عن الشيخ أحمد بمبا. الشيخ أحمد بمبا ليس له مدينة واحدة، هو استطاع أن ينجح في إنشاء أكثر من مكان على وفق هذه الأصول وهذه المبادئ الصوفية. إذن هي تجربة ناجحة وقابلة للتصدير. من هنا ندرك أهمية دراسة هذه الخطوات التي سلكها هذا الشيخ الكريم رضي الله تعالى عنه. فقام أول ما قام الشيخ رضي الله تعالى عنه بإعداد نفسه إعدادا علميا حقيقيا، فإن الناقد أو النقد لا يتأتى إلا بعد الرسوخ في العلم. لا يوجد نقد عري عن التمكن والتضلع في العلم والامتلاء من العلم. ولذلك عندما رأينا وجوها من النقد صدرت عن أناس لا ينتمون إلى التصوف وليسوا راسخين في العلم كان ضررهم أكبر من نفعهم. لماذا؟ لفقدهم هذا الشرط والركن الركين. فلذلك نجد أن الشيخ رضي الله عنه نشأ نشأة علمية قوية، حيث كان والده من وجوه المالكية ومن وجوه الطريقة القادرية، فلازم والده ونهل عنه المعارف والعلم معا، ثم رحل إلى أماكن كثيرة لينهل من العلماء، وكان شديد التعلق والتبرك بالصالحين، ولذلك استطاع أن يتضلع من العلم، وذلك ظاهر
في مؤلفاته العديدة وقدرته العجيبة على النظم. كان شاعرا مطبوعا في الشعر. لماذا؟ لأنه كان حريصا على تلقي العلم على أعلى مستوى. إذن هذه أول خطوة لمن أراد أن يقوم بالنقد الذاتي في محيط الصوفي. الأمر الثاني هو انتماء الشيخ الصادق والصافي عن استحقاق للتصوف، فهو خرج من بيت التصوف وتتلمذ على أئمة الصوفية ومارس التصوف عملا وليس مجرد دراسة لكتب التصوف، فالتصوف لا يتصور بلا عمل. وسيأتي الكلام عن تمسك الشيخ الشديد بقضية قرن العمل مع القول، وأن الصوفي لا يكون صوفيا ولا يستحق هذا الوصف إلا إذا اقترن عمله بعلمه. كذلك كانت من مبادئ هذا الشيخ في التأسيس النقدي أن يعرف الطالب أو المريد المقصد من العلم، فذكر أن للعلم مقاصد 4. هناك 4 مقاصد لا بد أن يتصورها من يريد أن يدخل في العلم النافع. فقال رحمة الله تعالى عليه: فلتقصدوا 4 لدى ابتدى تعلم لكي تفوزوا بالهدى، أولها الخروج من ضلال، والثاني نفع خلق ذي الجلال، ثالثها الإحياء للعلوم، والرابع العمال بالمعلوم. إذن العلم لا يطلب لمجرد النزهة العلمية أو اللذة الفكرية، هذا لا يعد علما عند الخديم. وهذا يذكرنا بقول العابدة الصالحة فخروية بنت علي النيسابورية التي ترجم لها الإمام عبد الرحمن السلمي في كتابه ذكر النسوة الصوفيات المتعبدات. فدخل عليها ذات مرة الإمام العظيم أبو علي الثقفي، الإمام المتكلم المفسر الفقيه الشافعي، يزور فخروية بنت علي، فقالت له: إن الإنسان إذا تكلم بالعلم يريح قلبه ونفسه. العلم له لذة ويكسب الإنسان وهم التنفخ والتكبر. فقالت: إن الإنسان إذا تكلم بالعلم يريح قلبه ونفسه ويعظم في نفسه لاستحسانه كلامه، أما إذا استعمل العلم أتعب نفسه وقلبه ويصغر في نفسه. الإنسان إذا جمع أو رجع إلى العلم يجد أنه لا يطبق إلا قليلا مما يتكلم به. هنا يدرك حقيقة قيمته، وهنا يعرف أن العلم الحقيقي هو ما قارنه العمل، وحينئذ يعرف أن التواضع أولى به من التفاخر بسبب الكلام في العلم. لذلك كان الشيخ لا يعد من لا يعمل بعلمه عالما. هذا أمر في غاية الأهمية في الإعداد العلمي لمن أراد أن يكون ناقدا في المدرسة الصوفية. كذلك أصل الشيخ لأصل عظيم جدا جدا، وكان أمرا معروفا ومشهورا عند السلف، وهو الاهتمام بأمر التوحيد الخالص قبل كل شيء في العلم. حتى إننا نتعجب من كثرة المؤلفات التي صنفها الشيخ الخديم في علم التوحيد فقط، أكثر من 10 منظومات في علم التوحيد فقط، لأن السلوك الصوفي لا يعتبر إلا على هذا الأساس. إذا تأملنا في تاريخ الصوفية الكبار، سيد الطائفة الإمام أبو القاسم الجنيد، نجد أنه رحل وأخذ عن الحارث بن أسد المحاسبي، لأنه كان من كبار علماء الكلام كما كان من كبار علماء التوحيد. إذا رأينا الإمام محمد بن خفيف الشيرازي رحل من الشرق إلى أبي الحسن الأشعري حتى يصحح عليه العقيدة، ثم صار بعد ذلك صاحب الوقت في زمانه. حصل خلاف بين العلماء هل هو صاحب الوقت أو بندار بن علي. بندار بن علي هو كان خادم الإمام الأشعري. يبقى إذن كانوا جميعا يرحلون إلى أئمة التوحيد ليصححوا التوحيد عليهم أولا قبل قضية الدلوف إلى السلوك الصوفي. هذا أمر لما أهمل وجدنا مخالفات شنيعة في التوحيد. لماذا؟ لأن الأمر عكس. لذلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه ألف الكثير والكثير من
هذا العلم. والشيخ الخديم رحمه الله تعالى هنا ينبه على أمر مشاهد يقع فيه بعض الناس، وهو ابتداؤهم بالدخول في المعارف الصوفية قبل تصحيح العقائد وإتقانها، وهذا عكس المنهج الصحيح ويوقع في ممارسات خاطئة جدا. ولذا نجد الشيخ الخديم يكرر التنبيه عليه كثيرا. وقد كان الطلاب من أصحاب الميول الصوفية في زمن سلفنا الصالح يرحلون إلى أئمة التوحيد كما ذكرنا، وهو أمر جدير بالتنبه له لأهميته وخطورة الإهمال فيه. وإذا عرفنا ذلك فإننا لا نستغرب من هذه العناية الخاصة التي أولاها الشيخ لعلم التوحيد، وذلك ملحوظ في كثرة المنظومات التي أشرنا إليها، والتي من أشهرها منظومته المباركة المسماة مواهب القدوس في نظم أم البراهين للإمام السنوسي. كذلك من أهم الملامح النقدية التأسيسية عند الإمام الخديم كون المربي قدوة بحاله قبل أن يكون قدوة بمقاله. فلكي يكون العلم مؤثرا فلا بد أن يخرج من قلب مؤمن بشرف العلم ثابت على تعاليمه غير ملتفت لغيره حتى يكون قدوة للآخرين. وقد كان الشيخ الخديم رحمة الله تعالى عليه آية وقدوة صادقة لأصحابه في الانصراف الكلي عن ذوي الجاه ممن لا يتقون الله عز وجل والتعفف عن فضول الأقوال والأفعال. وفي ذلك يقول الشيخ واصفا حاله رحمة الله تعالى عليه: قالوا سفيه لصرفي عنهم بصري، كان لا يلتفت إلى أهل الدنيا بالكلية، والصوفي لا يتحقق بهذا الاسم إلا إذا وجد قلبه على هذا الحال. قبل هذا يمكن أن أقول أنا محب للصوفية، أما وفي قلبي شيء من هذا لا أستطيع أن أقول إني صوفي، إلا الراسخون في العلم مثل الشيخ رحمة الله عليه قالوا سفيه لصرفي عنهم بصري ورغبتي عن ذوي العصيان في البشر، قالوا سفيه لتفويضي إلى ملك أمري عن الكون في صف وفي كدر. وقد رأى أصحابه وتلاميذه أن الدنيا كلما عرضت عليه ازداد إقبالا على ما أقامه الله فيه وإدبارا عن تلك العروض، وإذا حصل له شيء منها تكون في يده ولا يكون لها أدنى سلطان أو تأثير على قلبه. وهذا أعظم ما يؤثر في نفوس المريدين، وهو أن يكون الشيخ قدوة عملية في التعامل مع الأمور الدنيوية. وقد أعلن رضي الله تعالى عنه أن قناعته وسعادته وكفايته في خدمة الدين والعلم والانقطاع لذلك لا غير. فقال رحمه الله تعالى في قصيدته المشهورة: قالوا ليركن لأبواب السلاطين تحز جوائز تغني كل ما حين، فقلت حسبي يا ربي واكتفيت به ولست راضي غير العلم والدين. كما يلاحظ القارئ في تراث الشيخ تعلقه بمعالي الأمور ورغبته الدائمة في أن يكون ممن يجدد الله تعالى به سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وشرعته الغراء، وله في ذلك أقوال وابتهالات كثيرة، منها قوله رحمة الله تعالى عليه: وبيجدد الهدى هداك واشغل بغير جهة عداك، جدد بي الإسلام ليجذب العلوم النافعات يا خبير يا عليم. وكذلك نجد من مبادئه التي نشأ عليها حبه الشديد للأولياء ومدحه الكثير لهم، وقد كانت لهذه الصفة الجليلة أثر مهم في رؤيته الإصلاحية بعد ذلك. هذه أشياء أساسية كان الشيخ قد تحقق بها قبل أن يخرج ليقوم بالنقد الذاتي في المجتمع على حكمة وبصيرة، لأن الشيخ من أبناء البيئة، وقد رأينا الأضرار الجسيمة إذا استوردنا المناهج للعمل الإصلاحي. المناهج المستوردة غير المنسجمة مع البيئة تضاعف المشاكل لا تحل المشاكل. هذا بالتجربة وليس بعد العين أين. لا بد أن يقوم بالإصلاح الصوفي صوفي أصيل، صوفي عليم، صوفي متحقق بهذه الأصول، فيحيي الله سبحانه وتعالى به من درس مما مات من معالم هذا العلم الجليل الذي هو أخص خصائص هذا الدين، وهو الإحسان الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول
قضية واجهها الشيخ رضي الله تعالى عنه، وهي من أصعب الأمور التي يواجهها أي شيخ على الإطلاق، قضية الشيوخ المدعين. قضية الشيوخ المدعين، فإن من أهم القضايا الصعبة التي لم يجد الخديم رحمة الله تعالى عليه بد من معالجتها ظاهرة الشيوخ المدعين التي كثرت في زمانه، وكان لها أثر سيء جدا على عموم المسلمين. فإن عمل هؤلاء المدعين أنهم يوقعون الناس في مصائد أوهامهم لنيل ما في أيديهم من لعاعات الدنيا المادية، أو لتحقيق شهوة معنوية بتكثير سواد الأتباع. فأكثر الشيخ الخديم رحمه الله تعالى من انتقاد هذه الظاهرة نصيحة لله تعالى وإنقاذا لعامة المسلمين، وهو عمل ليس بالهين لمن تدبر الأمور وعرفها. لكن الشيخ الخديم رحمه الله آثر أن يمتثل للحديث الشريف القائل الذي يقول فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فبين رحمه الله تعالى أهمية وجود شيوخ التربية الحقيقيين، ونبه على الفرق بينهم وبين المدعين، وأن انتشارهم في المجتمع هو من أسباب ترديه وتأخره، وأن هناك ضوابط للصحبة يجب مراعاتها. ومما قاله في ذلك: فلننصرف لعد ما تقدم من ذكر أسباب الردى ليعلم، أسباب التأخر في المجتمع، منها أخي دعوى الولاية افتراء، أو الكرامات لتبجيل الورى طلبا للمحمدة والسمعة. وأستحضر هنا أيضا قول الإمام أبي الحسن ابن سمعون الواعظ البغدادي، وهو من طبقة تلامذة الإمام الأشعري رضي الله تعالى عنه، حيث قال: أحق الناس يوم القيامة بالخسارة أهل الدعاوى والإشارة. أي إنسان يدعي الولاية في نفسه ويدعي أنه من أهل الإشارات والمنازلات كذبا وزورا هو من الأخسرين أعمالا يوم القيامة. فكان الشيخ يحذر من هؤلاء المدعين الذين يدعون الولاية والكرامة. وقال رحمه الله تعالى محذرا المريدين في ذلك: ولا تكن ملتفتا لكل من رأيته يشبه شيخا في الزمن، إذ بان جهرا أنما الشيوخ هذا الزمان جلهم فخوخ. كلهم فخاخ، كلهم مصائد يقع في شباكها الغر الذي لا يعرف الفرق بين الشيخ الحقيقي والشيخ المزيف. كما ذكر الشيخ أوصافا نصيحة لله يعرف بها المدعي في المشيخة، فقال رحمة الله تعالى عليه: وإن مدحت عنده شيخا سواه، إن مدحت عند هذا المدعي شيخا آخر أغاضه لحسد وحب جاه، أغاضه هذا المدح وهذا الثناء على هذا الذي يدل على الله. إذا كان هذا الشيخ دالا على الله وأنت تحب الله، كيف تبغضه؟ كيف يضيق صدرك عن مدح إنسان يدل الناس على الله سبحانه وتعالى؟ هذا يدل على استحكام الحسد في قلب هذا الشيخ، وهذا الذي يقضح أو يبين حقيقة هذا الشيخ. وإن مدحت عنده شيخا سواه أغاضه لحسد وحب جاه، وحيثما تذكر بهجو غيره يفرح ولو درى الجميع خيره. عندما تهجو وتذكر غيره بسوء يفرح ويتمنى ويرجو لو أن الجميع عرفوا محامده هو. هذا يدل على خفة عقله وعدم صدقه في إقباله على الله سبحانه وتعالى. ولا يسره سوى انفرادي بالذكر والمدح لدى العباد، وحيثما يمل لغيره أبد مسترشد يهج غرامه الحسد. إذا وجد مريدا عنده انتقل إلى شيخ عارف آخر يمتلئ غيظا لأنه يحب تكثير الأتباع. هذا مما يفضح المدعين. فالشيخ رضي الله تعالى عنه بين ذلك بحكمة، لم يفعل كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، لم يسمي أحدا باسمه، لكنه ذكر موازين وصفات إذا وجدتها في أي شيخ عرفت أنه من الشيوخ المزيفين. هذا يدل على أن كما ذكرنا أنه لا يستطيع أن يحل مشكلة البيئة إلا ابنها. إذا جاء شخص من الخارج بحلول مستوردة تجد أنه لا يراعي هذه الأمور الدقيقة، تجد أنه يذكر الناس بأسمائهم.
لماذا؟ لافتقاده إلى الحكمة، لأنه ليس أصيلا في هذه البيئة، لكن الشيخ رد بكل قوة، ومع ذلك لم تنفصل هذه القوة عن هذه الحكمة البالغة في بيان حقيقة هؤلاء المدعين. طبعا هناك نصوص كثيرة، لكن للاختصار ننتقل إلى قضية أخرى، وهي أن الشيخ أيضا في نقده لهذا الوسط أو لهذا البيت الصوفي أكد في أماكن أو مواضع كثيرة حقيقة الصوفي، يعني انتقل من قضية الشيوخ إلى قضية المريدين. كيف تعرف أنك صوفي؟ أيضا وضع الموازين حتى يعرف كل أحد حقيقة نفسه، كما يقول الله سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. اللسان يستطيع أن يجادل، لكن الضمير لا يستطيع أن يكذب. فقال رحمة الله تعالى عليه: والحاصل الصوفي عالم عمل بعلمه حقيقة ولم يمل، فصار صافيا من الأكدار ممتلئ القلب من الأفكار. الصوفي هو الذي جمع بين العلم والعمل. أي إنسان يتكلم في الخطرات ويتكلم على أعمال القلوب ويبكي ويدمع عيون السامعين ولا يعمل فهو كاذب، وهو يعلم أنه كاذب، لأن الصوفية الحقيقيين اشترطوا أن يقترن العمل مع العلم. أي مدعي أو شيخ صوفي تراه عريا عن العمل فاعلم أنه لا يستحق هذا الاسم. هذا هو الميزان والتعريف الذي جعله الشيخ القديم أصلا لكل صوفي، سواء كان شيخا أو مريدا. كذلك من الأمور القوية التي اقتحمها الشيخ رحمة الله تعالى عليه في البيت الصوفي قضية نبذ الطائفية، حيث جاء الشيخ وقد وجد أن التعصب قد ملأ قلوب كثيرين من المنتمين للبيت الصوفي. كل واحد ينتمي إلى طريقة يعلو بعضهم على بعض، كل واحد يقول أنا طريقتي أفضل من طريقة فلان، أنا طريقتي أفضل من طريقة فلان. والشيخ رضي الله تعالى عنه لو تأملنا التأسيس، ولذلك التأسيس العلمي هو الأصل في كل شيء، كان عاشقا لكل الأولياء وكل الصالحين، وكان حريصا على زيارتهم جميعا مهما كان مشاربهم، مع أن والده كان قادري الطريقة، لكن كان محبا للتيجانية، كان محبا للشاذلية، ومدحهم جميعا في أشعار كثيرة، فكان قلبه ممتلئا بما دعا الناس إليه. يعني هو لم يدعو الناس من باب المجاملة، بل نشأ على حب الأولياء جميعا. فكان من أهم ما واجه به البيت الصوفي وقام بالنقد الذاتي له الانتقاد الواضح لكل من دعا إلى العصبية لطريقته والإساءة إلى الآخرين. فقد بين في مواطن كثيرة من منظوماته إلى وجوب احترام كل الأئمة في كل مجالات العلم والسلوك، ليس في السلوك فقط، حتى أئمة المذاهب المختلفة، وضرورة الكف عما انتشر من نعرات ألقاها الشيطان ليقطع الطريق على أصحاب هذه المسالك غير المرضية. ومن ذلك قوله رحمة الله تعالى عليه: مشايخي سيدنا الجيلاني والشاذلي معه التيجاني، أئمتي في الفقه مالك العلي والشافعي والحنفي والحنبلي. وقال أيضا مبينا أنهم جميعا طرق موصلة إلى الله تعالى، فكل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يحيد، سواء انتمى إلى الجيلاني أو انتمى لأحمد التيجاني أو لسواهما من الأقطاب، إذ كلهم قطعا على الصواب. فرسخ هذا المعنى في قلوب أتباعه، حتى صارت هذه الأخلاق المرضية أخلاقا سيارة بين الأوساط الصوفية في المجتمع. كل هذه أمور صعب اقتحامها لمن يعرف طبيعة تغيير مثل هذه الثوابت، أمر يجر على الإنسان العداوة. فضيلة الشيخ في الكلمة السابقة ذكر الآية التي تدل على أن من يقوم بمثل هذه الأمور لا بد أن يؤذى، لأن القاعدة القرآنية تقول: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، بعد ذلك إيه؟ واصبر على ما أصابك. قاعدة إذا أقمت الصلاة، والشيخ رضي الله تعالى عنه له هذا يحتاج إلى بحوث في قضية الالتزام بالعبادات، يعني له الأخبار العجيبة في ذلك. إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا تمسكت بهذه الأمور الثلاثة واصبر على ما أصابك، ستصاب لا مفر من هذا. والشيخ كما سمعنا وتعلمنا أصيب
بطريقة يعجز العقل عن تصورها. أكثر من 30 سنة مغرب مهجر في نفي من مكان إلى مكان، شيء لا يتصوره العقل. الغربة عن الوطن فقط، حتى لو سافرت في نزهة لو طال بك الزمان تشعر بالوحشة، فما بالك إذا هجرت من بلدك مع التعذيب والإيذاء أكثر من 30 عاما. هذا أمر يدل على أن سنة الله سبحانه وتعالى كما ذكر في كتابه جارية ونافذة على أتباع الرسل، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، خصوصا العلماء الصوفية، لأنهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرار والأحوال. لذلك كان ابتلاؤهم أعظم من الجميع، وكانت صعوباتهم أكبر من الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجزى لهم المثوبة على ما صبروا من أجل أن ينقلوا لنا التصوف صافيا خاليا من الشوائب. وكذلك ما نختم به هذه النقاط المنهجية النقدية التي قام الشيخ بها قضية تربية المريدين على الهمة. الشيخ كان له مسلك فريد في هذا الباب. معروف أننا نتربى جميعا على الأوراد والتعلم وأشياء جميلة لا يمكن أن ينكرها أحد، والشيخ تمسك بها وأكد عليها، لكنه رأى أن في النفس البشرية في هذه الأعماق أمورا قد لا يعرفها الإنسان. الشيخ أراد أن يؤكد أن الله سبحانه وتعالى أودع بين جنبات هذه النفس طاقات عظيمة إذا ما انتهض الإنسان وصدق في نيته لله سبحانه وتعالى يخرج بأشياء يتعجب هو منها. فربى أتباعه على الهمة، وأنه لا يجوز للمريد أن يقصر في أي أمر من الأمور، وكأنه يتمثل قول الشاعر ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. حتى إننا نرى ذلك مشاهدة في أتباع هذه الطريقة المرضية. أنا شخصيا تعجبت كثيرا من هذه الهمة وهذا النشاط وهذا التفاني وهذا الكرم من أجل تحقيق هذه المبادئ، من أجل أن يكون هذا التلميذ صادقا في الانتساب لهذا الشيخ العظيم. هذا الملمح الذي ركز عليه الشيخ جعل الإنسان الصوفي ينظر إلى نفسه نظرة جديدة، يكتشف في جنباته أمورا يستطيع أن يقوم بها ما كان يعرف بوجودها. يعني الأمر بعض الناس يعجبون أو يتعجبون من هذه الإنجازات الضخمة والعجيبة. نعم، هي إنجازات مادية ضخمة وعجيبة، لكن قبل هذه الإنجازات وهذا التفاني في الأمور المادية إنجاز نفساني عميق رآه الشيخ واستطاع أن يستخرجه من النفوس. هذا هو الذي صنع هذا الإنجاز المادي. لابد أن ندرك الأصل حتى نعرف أو لا نتعجب كثيرا إذا رأينا هذه الإنجازات الكبيرة. فالشيخ رضي الله تعالى عنه ربى مريديه على الهمة العالية، رباهم على التعفف، رباهم على حب العطاء، لأنه تربى على ذلك، لأنه نشأ على ذلك، يحب الخير للمسلمين جميعا. وذكر في أشعار كثيرة أن المسلمين جميعا إخوة له، وأنه يحب أن يكرمهم، وأنه يحب أن يكون مجددا للدين حتى يوصل النفع لكل المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يأتي الرجل من أمته يوم القيامة وخلفه أمة من الناس. يعني ليس مطلوبا أن تأتي وحدك، المطلوب أن تأتي وقد هدى الله سبحانه وتعالى بك أمة من الناس. فكيف بالشيخ المريد وقد جعل الله سبحانه وتعالى له مدنا، لا أقول جماعة، مدن من الناس يرتبطون بتعاليمه ويقولون بقوله ويقومون بهذه الأعمال الخيرة حبا في إيصال النفع للناس. الجوانب كثيرة النقدية والتجديدية في حياة هذا الشيخ العظيم، وأردت من خلال هذه النقاط القليلة الكلام عن النقاط النقدية التي قام بها الشيخ في هذا المسلك الصعب كثيرة جدا كما ذكرنا، ونواحيها كثيرة، ولكني أردت أن أركز على هذا حتى لا نقرأ سيرة الشيخ قراءة أدبية.
لابد أن نأخذ هذه النقاط ونركبها في أنفسنا وفي عقولنا حتى نكون مقتدين حقا بمسيرة هذا الإمام العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك وفي هذه الجامعة المباركة أن يجزي له المثوبة، وأن يبارك في كل من انتسب إليه، وأن يبارك في كل من قام على هذا العمل، وأن يجعلنا ممن يستمعون هذا القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا جميعا خير الجزاء على هذا الاجتماع، وأن يبارك فينا وأن يجمعنا على الخير دائما، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ما شاء الله. وكل من قدمني أوزارا فنبيه ومن أنصارا، وكل من أحبني أو مات إلي يصرفه إذا أو مات.